احلى طبق كشري هتعمليه وباحلى تكات هقولك عليها. بسم الله ما شاء الله، شايفين؟ مفلفل وجميل وزي العسل. يلا بينا بسرعة على الطريقة. النهارده بقى يا حبايبي هعمل معاكم الكشري المصري. طبعا احلى طبق كشري هتاكليه من ايدك. انا معايا اساس الكشري اللي هو العدس، انا غسلته كويس جدا. ومعايا الحمص والمكرونه الصغيره، انا استخدمتها هنا النوع اللي هو فيه لولوه بسيطه دوت. رز ابيض، شعريه، كل حاجه طبق. المكرونه بقى الاسباجيتي انا هنا جايبه باقي الكيس، يعني انا استخدمت الكيس بس بسيب منه حوالي كده حبه صغيره علشان ينفعني في باقي، يعني لما اجي اعمل بيه كشري. وعايزه اقول لك ان المكرونه الايطاليانو دي جميله جدا، لان هي معموله من دقيق سومولينا، يعني نظيفه جدا ومغذيه. اول حاجه هنا هنبدا بيها الطماطم. بصوا الطماطم دي انا هعمل فيها ايه، احط فيها ربع كوبايه ميه، حاجه صغيره كده، وهنجري بيها على البوتاجاز ونغطي عليها ونسيبها تنزل كل ميتها. بالنسبه بقى للبصل، طبعا هو ده سر الكشري النهارده. هنحط عليه كده رشه من النشا ونفركه كده بايدينا ونسيبه كده 10 دقايق. بصوا بقى يا حبايبي، العدس والحمص انا المفروض كنت انقعهم من بالليل، لكن انا ما نقعتهمش بقى. انا هحط عليهم ميه مغليه وهسيبهم على ما اكمل باقي حاجتي، على ما الطماطم تكون خلاص نزلت ميتها اهي، وهغطي عليهم مده 10 دقايق. بصوا بقى يا حبايبي، التركه دي بتخلي الميه كلها اللي في الطماطم تنزل، وبتبقى معاكي بعد كده احلى طماطم. مش هتستعملي صلصه الطماطم المعلبه. هنا بقى بسم الله هنعمل معانا البصل. هننزل بكميه زيت، والزيت يكون كده حبه محترمين. انا هنا مستخدمه زيت شطاره عباد، بيبقى حلو قوي، بيفرق فعلا. كل ما تبقى نوع الزيت نضيف وحلو بيفرق معاكي في الطعم. هنا الزيت معايا خلاص، بجسه بايدي كده. بدأ ان هو يسخن. بسم الله بنزل بالبصل اللي عندي. طبعا البصل حسب كميه عدد افراد اسرتك، فانا هنا مش 3 افراد بس، فمش عامله كتير. احلى بصل كشري هتاكليه، واحلى كشري هتاكليه من الزيت اللي هيطلع من البصل ده يا حبايب قلبي. اهو هنا بقى بسم الله ما شاء الله البصل اتحمر معايا، فانا هنزله في مصفى عشان الزيت ده انا اللي هستخدمه بعد كده في كل حاجه. بسم الله ما شاء الله اهو. هنا بقى يا حبايبي هنزل بكميه الزيت اللي انا قليت بيها البصل، وهحمر فيها الشعريه بتاعتي. بسم الله كده ميه المكرونه غليت، انا هنزل بسم الله. وبحب انزل بالمكرونه الاسباجيتي ان انا اقطع على 3. بسم الله وتقلبي فيهم بقى عشان ما يعجنوش. طبعا هي ايطاليانو دي نوعها حلو جدا وبتعجنش، بس برضو تحسبا لاي حاجه. هنيجي بقى هنا بسم الله نبص على الشعريه اللي انا بحمرها. انا اللون ده بالنسبه لي كده حلو جدا. بصوا بقى انا قسمت الكميه دول، هركنهم كده على جنب، هقولك هنعمل بيهم ايه. وباقي الكميه دي هنزل عليها بالرز. المرحله دي بقى هنزل بمعلقه كمون كده محترمه، وانا حاطه على الكمون طبعا كزبره وشويه شطه. بسم الله. وبمعلقه ملح. المعلقه دي حجمها صغير فبحط منها معلقتين، وبنقلبه. ده بقى يا حبايبي العدس اللي احنا نقعناه في الميه المغليه. بسم الله هنزل بيه. بسم الله. عايزه اقول لك كده هو ما شاء الله مش محتاج انك انتي تسلقيه او حاجه. انا بس كده هغطي عليه وهسيبه بقى ايه يتشرب خالص. الكشري يا حبايبي ما بتحطش عليه ميه زياده. بصوا بقى التركه اللي انا هعملها. انا بعد ما سلقت المكرونه هحط نقطه برده من الزيت بتاع الكشري، وهنزل برده بالشعريه اللي انا اتبقيت منها شويه. ليه بقى يا لما؟ انا هسويها في جزء من ميه سليق المكرونه. بسم الله
هم حبه كده صغننين خالص. هقولك بقى بعد ما يسيبوا هنعمل فيهم ايه. كده بقى الشعريه خلاص جاوبت معايا في السوا. بسم الله بنزل بالمكرونه بتاعتي عليها واقلبها. بسم الله ما شاء الله. هي المكرونه اول ما نزلت بدرجه الحراره بتاعت الشعريه خلاص هي كده هتشرب منها، وما شاء الله مش معجنه اهي ولا اي حاجه خالص، الواحده بوحدتها. هحط عليهم بقى كمون وملح واغطي عليهم خالص. بسم الله. من فوق لتحت كده. وادي كده المكرونه خلصت معانا. هنا بقى هنعمل احلى صلصه للكشري. طبعا ما ننساش شويه الزيت الحلوين دول اللي باقيين من البصل بتاع الكشري. هنزل عليهم بمعلقه من توم، كزبره، ملح بكمون، اقلبهم كده على بعض ريحتهم بس تطلع. ريحتهم طلعت كده معايا. بسم الله. هنزل برشه خل. تغسيلي التومه بالكزبره اهو ريحتهم كده خلاص طلعت. هنزل عليهم بعصير الطماطم. بسم الله. رشه سكر بتعدل لي حموضه الطماطم، ومعايا رشه ملح كده. بسم الله. وهسيبها تتسبك. يلا بقى نعمل احلى دقه على البارد. بسم الله. تبقى خفيفه جدا على المعده وما بتعملش حماوه. معايا هنا كزبره مطحونه وكمون مطحون وملح والثوم، بحطهم كده وبعصر عليهم عصرة ليمونة. بسم الله. وشوية خل كده محترمين، واسيبهم بقى يتخمروا كده مع بعض حوالي 10 دقايق. وبعد كده هضيف عليهم كوباية المية. هتلاقي معاكي احلى دقة خفيفة مش هتتعبك، احسن 100 مرة من الدقة اللي هي بتبقى حامية، بتبقى سخنة وبتبقى بتحمي كده معاكي على الصدر. شايفين بقى اللون؟ بسم الله ما شاء الله جميل جدا. احلى دقة معاكي.